السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. هذا من بين احسن الفيديوهات صراحة اللي شفت. واحد من بين احسن الفيديوهات اللي طلعوا لي في هذه الايام هذه هو ديال اللاعب ديالنا المزراوي اللي كيلعب مع المنتخب المغربي وكذلك كيلعب مع فريق بايرن ميونخ وهو كيجود القرآن. وكثر من هادشي هذا فراه كندير واحد البودكاست كيهضر فيه على العلاقة ديالو مع الله عز وجل وكيفاش كيحفظ القرآن والعلاقة ديالو مع القرآن، يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف. واللي صار الانتباه ديالي هو انه بعض الصحفيين التونسيين هضروا بواحد الطريقة زوينة على المزراوي. ويلا نشوفوا شنو قال الصحافه التونسيه في هذا الموضوع هذا، وبلا ما نطول لكم نضرب بزاف يلا نتفرجوا في هذا الفيديو هذا. البايرن يفاجئ الجميع، لاعب من البايرن بلوتو يفاجئ الجميع في لقاء اعلامي في هولندا. هي الحكايه الحق به برشا وشبابه برشا نتبعوها من اولها لاخرها. باش نبداو نحكيو على لاعب البايرن والمنتخب المغربي ونجم البايرن ونجم المنتخب المغربي نصير المزراوي اللي ظهر في انترفيو في بلاتفورم هولنديه وسالوه على الحياه اليوميه نتاعو في شهر رمضان، وحكى لهم زاد على علاقته بالشهر الفضيل هذايا، حكى لهم على التراويح، حكى لهم زاد على قراءه القران. قال لهم كي بديت نصلي كنت نقرا في بعض السور فقط وكنت نحشم على روحي خاطر مانيش حافظ برشا قران، حتى اني قررت من وقتها باش نتعلم ونحفظ 60 حزب. سالوه قالوا له شنو تنجم تقرا لنا من اللي حفظته، فاختار انه يرتل سوره الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. هذا اللاعب نصير المزراوي لاعب المنتخب المغربي والبايرن وين في بلاتفورم هولنديه في لقاء اعلامي هولندي. يعطينا صوره اخرى مين الملاعب نتاع الكوره. عندنا احنا برشا ممكن يخموا انا والكوارجي لا عندنا برشا فوالا هذه حاجه من الحاجات. وعندنا في تونس عندنا برشا بالحق ويعملوا 66 كيف. سالوه شنو تحب تعمل يا نصير غدوه في الايام شنو اهدافك في المستقبل؟ قال لهم الهدف نتاعي ان نولي حافظ للقران الكريم وفاهمه كما يلزم ونحب نولي في النهايه امام جامع. هذا من بين الملاعبيه نفتخروا بهم صراحه. نصير المزراوي لاعب بايرن ميونخ والمنتخب المغربي. معناتها البايرن يتفهم وضعيه اللاعبين المسلمين اللي موجودين فيه كما كان فرانك ريبيري قبل. عندهم بعض الطقوس والاحتفالات اللي لا تتماشى مع طبيعه الملاعبيه تلقاهم معناتها مسلمين، فانه يتفهم هذا مثلا عند الحصول على التتويج ولا لقب البطوله. ماك تعرف اسكندر شنو يعمل؟ اي بيان سور في المانيا سبتو هذيك دونك ياخذوا كل واحده هذيك ويصبوا على بعضهم معناتها وكل. دونك اللاعبين المسلمين جينيرالمون ما يساهموش في الاحتفالات هذيا، ويتفهم فريق البايرن هذا ويعطي الصحه واللاعبيه ربي يبارك لهم وان شاء الله ربي يقوي ايمانهم وربي يثبتهم ان شاء الله باذن الله. نمشيو لفرنسا. في المرسوم جديد واصدر في الجريده الرسميه الفرنسيه البارح كما نقولوا احنا الرايد الرسمي نتاعنا. المرسوم هذا يسمح باستعمال الافلام في الماتشوات نتاع الرابطه الاولى الثانيه الثالثه في فرنسا. الافلام ولو بصفه قانونيه ينجموا يدخلوا للاستادات. عنوان المرسوم شعلوا افلام اي يولي عندهم حق بصفه قانونيه وما تمش متابعتهم ولا حتى شيء. عنوان المرسوم ترخيص تجريبي للالعاب الناريه في الساحات الرياضيه المكشوفه في الاستاد، يعني مش حتى في القاعات مازال ما فماش المرسوم هذا. ما تجيش صراحه هي افلام في قاعه عندي انا ايه فوالا ما تجيش. الهدف هو حسب ما تم توضيحه امين من القرار هذا هو التحرك من اجل الحد من استخدام غير مشروع وغير امن الالعاب الناريه في مدرجات الملاعب. يعني لهنا جربوا وحاربوا وراقبوا وعملوا كل شيء، فهموا انه الافلام انت قبل تحكي على الطقوس من طقوس التشجيع بالنسبه للزولترا والا للجماهير نتاع الكوره في داخل الاستاد. مش حاجه اسكندر. انا والله يا امين عمري ما سمعت فلام ما نعرفش نقتل ولا عمل ولا شو تشعلوا وتحطوا في بلاصته ما يقلق حد. والله فهم فلامات اللي يعجبوني شيخ عليهم. اي شيخوا بالله كان هما بالضبط. اللي يعمل برشا مثلا لون اصفر برشا هكا اللي يخرج دخان ولا يخرج دخان ولا لون احمر سموك هذوك نسميهم. وفما مش اللي بالنار هذاك بديش على بالنار هذاك والله ما يخلقش اللي هو شباب حتى هذيك الكوره والشارع نتاع الكوره شعلوا فلام. انا والله هذا جوست المرسوم هذا حكيت عليه في فرنسا على امل انه يتم تطبيقه في تونس. رانا المصادره والقمع وغيره في الاستادات نقصوا منهم وخليوا العبيد تشيخ بالغرام نتاعها. هذه ناس تحترم وتقدر غرام الناس. ميم با نجموا نعبيو عندنا الحق نعبيو استاد مثال شي خويا احنا نحكيو على التشعيل تعلق
الاقل. ما هو هذا يساهم انه نرجعوا العباد للاستاد وتولي الامبيونس باهيه مش مشكله انا نجيب تعرف الممنوع يحبوه الممنوع يولي يلوجوا عليه، خليه خويا متاح الناس الكل تمشي تعرف شنو مالها وما عليها واضح. به نمشيو نيمار البارح ريت خبر، ريت التصويره بلوتو هو يبكي مش فاهم معناتها في بالي تضرب ساقه وجعته وضرب في البنك ولا ما فاضي شغل هو النهارين هذوما مضروب على ساقه لصغر صغير تقرض في الطاوله حاجه من النوع هذا يبكي شبيه. قريت الاخبار ما صدقتش هو يلعب في الشيء هذا. والله ربي يهديه. هو لما حاله شوف بدينا من نصراوي باش نكملوا بالمزراوي بلوتو باش نكملوا بنيمار وزوز الحالات متناقضه. هو الفيديو دارت برشا البارح على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها نيمار يلعب في الورق اون ليني، ونقول ان شاء الله ربي يهديه ويتوب عليه. وفي اخر اللعبه السيد يخسر مليون اورو، يخسر 3 مليار دوات توانسه و300 مليون في لعبه. ويلزمك تشوف مين ردة الفعل نتاعو لحظه الخساره. من الاول ما فهمناش يبكي بالكدا والا يضحك، ومن بعد ما با سكوندات نحكي لك 10 سكوندات الراجل يضحك يفدلك، مش معناها هكا معبر الوضع جمله مليار عنده ما عنده حتى مشكل. كمل ويحكي مع الناس ويفسر لهم علاش وكيفاش وكأن شيء لم يكن. ساعات واحد يقول لك اللي يتيحوا له 5000 من سورفاتمون يمرض يبقى لي نحكي لك انت تيحوا لك 5000 تمرض. انا والله نمرض سورتو ماشي بنقضي بهم قضيه معينه. لا تعب عليهم دينار 5000 تتعب عليهم بعد في تيحوا لك من مكتوبك اي بعد هذيك بيان سور هذيك طاحت لك وحدها مش انت مشيت قمرت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وهنا كيسال الفيديو ديالنا. الا عجبك الفيديو هذا ما تنساش خلنا واحد لايك للفيديو واشتراك في القناه باش تشجعنا نزيدو نوصلوا بزاف ديال الفيديوهات. عرفتي كان في الفيديو هذا ونشوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي.